اليوم محرم ان شاء الله مع السيد الحكيمي الوزير الجديد ان شاء الله وزير الشباب والرياضه. كلنا امل فيك دكتورنا الحبيب الله يوفقك. هاي الشباب بعد ذمه بأمان وانت ما قصرت هاي الفتره كلها والله يوفقكم ان شاء الله دكتور ان شاء الله بالتوفيق ولا تنسانا من دعائك. الله يحفظكم دكتور. اكو التفاته جدا مهمه البارحه سماحه الشيخ الكربلائي الشيخ عبد المهدي الكربلائي ذكرها بمراسم كلمته بمراسم تبديل الرايه. راح اجيك على هاي الالتفاته الراقيه وقضيه اخرى، بس قبلها اريد اقدم فد مقدمه اذا تسمحوا لي. خطابي للعقول الراجحه الان اللي عقله راجح، يعني هذا الفيديو ما مخصص للرعيه، للعقول الراجحه اصدقائي احبتنا اصدقائنا. قضيه جدا مهمه. ابو علي السعدي جوا تعريفه سايق الكيه، انا سايق مال الكيه، يعني لا مقدم نفسي بروفيسور ولا دكتور ولا الباحث ولا المؤرخ ولا انا رجال شعبوي للتنته. هذا المعنى الشعبوي، رجال شعبوي معلوماتي على قدي، احب اسولف اطرح اتبادل افكاري. هسه اللي تعجبه تعجبه، اللي ما تعجبه براحتك كلش طبيعيه. هذا اولا. ثانيا البارحه تدرون اكو تجمع صار بالخلاني، فجاي نمشي احنا بالصدريه، يعني هاي الشارع الوثبه على الخلاني. انا للامانه انا اول مره احضر بهاي، فيم رسول ابو القيمر واكو ابو لفه فلافل، ابو فلافل بصف رسول ابو القيمر، فجاي ناكل لفات فلافل. فاجا احد الاحبه قال ها حجي طوكم حصلت؟ قلت له شنو؟ قال 25 وفخذ دجاج. قلت له لا زودوها، طوله 50,000 ونص دجاجه، وهل جاي يشوفنا ناكل فلافل؟ شوف بعد هي العقليه ضاله. القضيه اللي اشار لها سماحه الشيخ الكربلائي قضيه جدا مهمه والتفاته جدا مهمه. ايش قد مر علينا القضيه، بس للامانه اول مره يعني تدخل بعقلي بهيك هاي الالتفاته اللي اشار لها سماحه الشيخ الكربلائي. ومن يعظم شعائر الله فانه منقم. ما قال ومن يقيم، ومن يعظم. انتبه، ومن يعظم يعني مو اقامه وانما تعظيم للشعيره. وخو احنا شيعه اهل البيت ومحبي علي وآل علي ومحبي محمد وآل محمد، شعيرتنا عاشوراء وبقيه المراسم العباديه الاخرى. القضيه الاخرى السيد محمد سعيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه يقول زينب سلام الله عليها قالت في هذا الطف سيرفع علم او علم الحسين، كلما اشتد ائمه الجور بطغيان هذا يزداد علو. نصيحتي اللي جاي يتحاربون هاي الشعيره والشباب اللي مرات شويه تاخذهم هاي بعض الردود والانفعالات اللي جاي يهاجمون بها الشعيره الحسينيه، ليش تطبخون، ليش تسوون، ليش هذا، وزعوهن للفقراء من هاي الكلاوات اللي تعلمنا عليها بكل سنه. لا تلتفتون لاي قضيه. ومن يعظم شعائر الله، الحسين وشعائر الحسين هي من شعائر الله وتعظيمها واجب. تحب الحسين ما لك علاقه، هذا لا تسوي وانت لا تسوي، ها حراميه، ها ما لكم علاقه، هيهات من الذله، بطلوا هاي السوالف. شايفين انتم كلكم جاي تسمعون هذه القضيه، ما لكم علاقه بهذه القضيه. الحسين وشعائر الحسين ماشيه بقضيتنا بدمانه. سيد الحكيم يقول اذا العراقيين تواهنوا وما رفعوا رايه الحسين ممكن ان هذا الشعب يتبدل. فانتبهوا هاي القضيه وحافظوا على هاي الشعيره وحافظوا على هاي النعمه، نعمه الحسين وعاشوراء الحسين ومسير الأربعين واحياء العشره الاولى من ذكرى مصاب سيد الشهداء. هاي النقطه المهمه اللي اشار لها الشيخ الكربلائي. اليوم عزيزنا الرعي هذا الفيديو مو لك بس لاصحاب العقول. عندنا حديث كان سابقا بخصوص القضيه الايرانيه الامريكيه، بس قبلها ما جرى اليوم من اتفاق بين الشيطان الاكبر ومحور الشر، هكذا يسمون. نبارك للجمهوريه الاسلاميه وشعبها ومحبيها الانتصار التاريخي على الشيطان الاكبر، وايضا نبارك للولايات المتحده حكومه وشعبا ومحبين انتصارهم على محور الشر. هذا اللي نسمع. طبعا احنا سابقا ذكرنا قلنا وصلوا قبل حرب 37 يوم
قلنا الأمر وصل بين الأمريكان والإيرانيين إلى أنه لا بد من أن تكون حرب بينهم. صارت الحرب على مود يعرف كل طرف قوته. لا الأمريكان راح ينزعون الإيرانيين ولا الإيرانيين راح يذلون الأمريكان. هاي نقطة جدا مهمة. أحد الأخوة نشر وقال هل هي هدنة استراحة مقاتل؟ أنا أحب أطنك وأقول لك لا أخوي، هي إعادة تموضع. احنا قلنا من البداية، سولفنا قلنا المشكلة والصراع داخل منطقة الشرق الأوسط هو نفوذ واقتصاد، فأكو إعادة تموضع على مود قضية الاقتصاد. اللي يريد يحب يفتهم القضية يراجع خطاب سماحة السيد عمار الحكيم بيوم 1 محرم بالخلاني، راح تفتهم. اكو قوى اقليميه صاعده، توازن القوى. وقلت لا الامريكان يضعفون الايرانيين، لان اكو هنا راح يصير اختلال بالميزان القوى، والايرانيين ايضا يعرفون وزن امريكا بخصوص قضيه الاقتصاد. فان شاء الله الكل منتصرين والحمد لله والشكر، والله يحفظنا ويحفظكم، وان شاء الله القادم خير. اغلب اللي يشتغلون بالعمل السياسي يعرفون بعض القيادات تشتري لوبيات ضغط داخل القرار الدولي على مود تحصل مكانتها وتلمع صورتها، وهذا ما جرى اذا تتذكرون حتى بوقت نظام المقبور صدام، هم كان الكوبونات والنفط مقابل الغذاء والكابونات اذا تتذكروا. المهم بعد ما خلصت انتخابات رئاسة الولايات المتحدة ترامب، اكو لوبي هو اللي فوز ترامب. هذول مجموعة من العراقيين، هذول اجوا للسيد الحكيم قالوا له شنو تريد؟ يعني هذا لوبي ضغط على الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب انه شنو تريد؟ احنا حاضرين. سولفت انا سابقا واعيدها الان. العالم تعطي فلوس على مود تتحسن صورتها يم ترامب ويخليها، لكن السيد الحكيم اجوا هذا اللوبي قالوا له شنو تريد؟ قال لهم احنا شو نريد؟ شعبنا يرتاح وكافي. ان العراق صار له هواي ملعب تلعب به كل الدول، وهذا شعبه تعب، والمشكله بشعبه لان سهل ان يلعب عليه، وهاي مشكله. يعني كل العالم لعب به، كل العالم. هسه انت راح تلومني راح تحكي علي. المهم ما جرى. بترايس قبل فتره اجى، وقلت لكم بترايس اجى اجبر سلاح وسياده الدوله وغيرها، وهذا كله اللي شفتوه. هذا الضغط اللي صار يرجع فضله يرجع لوجود السيد ابو احمد السيد عمار الحكيم. هسه انت تلومني تظل تحكي تغلط براحتك حبيبي، هذا الواقع والحقيقي اللي ما حد يسولف لك به. هذا الهجوم على سماحه السيد عمار الحكيم لان همه العراق والعراقيين. ما يجري بحكومه الزيدي، وسولفنا ليش اجى من خارج الكتل السياسيه، من خارج الاحزاب هذا الرجل. اليوم ما جاي يطبق الزيدي وما جاي ينفذ الزيدي، هو ما اتفق عليه قيادات الاطار. واضح؟ انتهت. العراق دوله تحكمها المؤسسات مو الافراد. واضحه يا حبيبي؟ اضاجه ليش تقول التكرار يفيد الحمى؟ انا ايش العلاقه مثلا انجليزي وخمو يمي؟ القران شو خاطر؟ اولئك كالانعام بل هم اضل. رقم الايه 179 من سوره الاعراف. ما جرى. خب هذا كله سولفناه احنا. القضيه اللي صارت بين بليغ واحمد ملا طلال، وقضيه اللي صارت اليوم الاعتقالات اللي جرت فجرا، كلها الاخوه هواي راسلوني عن خاص وابو علي. من 2011 انا مؤسس هاي الصفحه، وهاي الصفحه اللي اسولف بها من 2011 صفحه الفيسبوك. ودائما اقول مؤسسات الدوله والدوله ومؤسسات الدوله، ودائما اشكل على البقيه انه ابويا الحاكميه للدوله مو الحاكميه للافراد ولا تصريحاتهم. فهذا دائما اريد اعيده. فهواي قال ما تخافون. مين اخاف؟ انا منين اخاف يعني؟ انا جاي احكيها. زين هسه ما يخالف، انت ما سمعتني. سيد عمار حكاها يعني بال 24 حكى، وهذا المؤتمر مال مام جلال هم حكى. محاكمة القرن قال لهم خصير محاكمة، يعني قضية القرن، سرقة القرن، خصير محاكمة القرن وبث مباشر.
اول البارحه فهد الجمهوري حكاها، هم قال لكم قبلها قبل اسبوعين 3 بملتقى مال الامام جلال، والمقطع انتشر وشفتوه انتم من اجى الاخ الزيدي ابو زيد يسميه اخ ابو زيد. احنا جاي نقول المؤسسه بالحكمه غير الحكمه يتجاوز عن المال العام. شني انا اللي بالعكس انا يزيدني فخر، هذا يزيدني فخر لان انا منطلق بالحكمه وماد ايده على المال العام لا ينعل والدي. ابو علي يمد ايده على المال العام ينعل والدي، هذا اللي نريده، احنا اللي نطالب به. وقلت لكم هو اعترضوا علي، قلت لكم القادم خير كلها ابو علي انت جاي شوف جاي سولف وين سولف، شو اليوم كلها تنسبها لانفسها. الزعيم الفلاني والزعيم الفلاني، ابويا حاكينا احنا من 2018 اول ما دعت لنا المرجعيه، احنا قلنا ودعمنا بوقتها حيدر العبادي و مين خايفين؟ ما خايفين احد. وانت اللي تقول يا ترى عمار الحكيم راح يعتقلونه، عمار الحكيم ما محكوم سنه ومع وقف التنفيذ ولا عليه مذكره اعتقال، حبيبي فدوى اروح لك شويه هم خليهم. هسه هاي الناس اللي تركض ورا حمار المرياع وتصيح مثل ما يصيح هو، هاي براحتها، هذا القضاء اثبت اي واحد ابو علي السعد اثبت عليه بالقانون على الوالدي. قضيه بليغ، انا اليوم نزلت قضيه بليغ ومحمود واحمد ملا طلال، قلت الانتصار مو الانتصار البليغ، لا الانتصار للدوله، لان بليغ ما عنده شيء، بليغ عنده قانون ينفذه ويطبقه، وهذا اللي قلت لكم القادم خير، وان شاء الله اللي راح تشوفونه ترى هذا اللي شفتوه بس عدنان الجميلي وهاجرها العالم، بعد وراكم هواي ملفات، يعني توها بدت بالحرش. نسال الله التوفيق لابو زيد مثل ما سميناه احنا، والحمد لله والشكر الاسم مشى على ابو زيد. فابو زيد كل التوفيق، والشعب داعم الك، والسيد الحكيم داعم الك وبقوه. ليش حبيت هذا المثل الانجليزي تكرر يفيد الحمار؟ اسمع، عسى انا ما راح اسولف هواي، يعني اختصر. تذكرون كل الزين انتم بالاحداث اللي صارت في تشكيل هاي الحكومه. ننتخب رئيس مجلس النواب ونائبه، صارت المشكله على مود رئيس الجمهوريه، وصار ما صار، صارت الحرب الامريكيه الايرانيه وصار ما صار. وتتذكرون كل الزين السيد السوداني والسيد المالكي وشنو كانت مواقفنا وسوالفنا. اللي اعترضوا 2 وقتها، قيوسي وعموري، هاي ما حد يقدر ينكرها، تذكروها كل الزين. اجى هذا عيد رمضان، ايش قال؟ ظلت تعطلت الامور والجماعه مشلبين المالكي والسوداني معرتين بيها، و10 من اصل 12، وهاي السوالف كلها مرت عليكم. وياهو الاعتراض على المالكي وقالوا لهم امشوا امضوا. هالرجل هذا سيد عمار شخص، قضيه واضحه جدا ذيك، لحد ما اجى سيد عمار خطبه العيد اللي فات، ايش قال؟ قال العمليه ما تتحمل بعد تاخير، ولازم يصير انتخابات رئيس جمهوريه ويسمي رئيس وزراء، واذا ما راح نكشف الوضع. بوقتها تكفل القضيه وراها النائب زيدون النبهاني وجمع تواقيع ومشت الامور. تتذكرون الحكي؟ جماعه ترامب وجماعه التغريده، خوب نجم المالكي القهوجي هذا قياده حمير المرياع، ما هو هذا المرايع ابو الجرأس وكلها تدق وراه، وها ترامب وحط رجله ويخافون. هم اللي انتجوا الزيدي، هذا جابوه من البدايه الشروط سيد عمار اللي وضحها بالاطار، وجوا قلبوا عليها السيد المالكي والسيد السوداني، وهذا الحكي كله لحد ما وصلنا لهاي الحكومه. وهذا مو تو مو جديد على سماحه السيد الحكيم، لا هذا الحكي من زمان، ناس تبع للمرجعيه، يعجبك ما يعجبك براحتك، لكن احنا هذه سلطه رئيس مجلس الوزراء. شوف انتم رئاسه مجلس الوزراء من 2005 او من 2005 لحد 2026، هاي ترى توها طلعت 4 سنوات فقط طلعت من يد حزب الدعوه، ولا البقيه كلها بيد حزب الدعوه. هسه يجيني اساس، هذا اساس اليوم هي سلطه قويه كل الموارد بيدها وتسخيرها، هسه انت تجيني تريد تركمي تريد غيره. نفس الحاله ايش قد حكوا على سيد عمار بال 2010 قال لهم الحج راح اخليه يوزع شاي بالمواكب. اكرم شربه سولف خوب اكرم شربه ابو القطعه، وهاي المشكله. هذا الطليان اللي دق جرس بويا القطعه ترى بعدها مركز تسفيرات وراحت انتهت قضيتها، والبيزود هم عمي نعيدها ونكررها. هذا الزيدي خوش ادمي، وروحوا قدموا اي شيء عندكم على سيد عمار ولا على ربع سيد عمار، وروحوا سحلوهم، بس صايرين مثل الطليان. وهذا طل المرياع يدق جرس وانتم تركضون ورا. علم نجم المالكي الله يساعدك، ها اخويا
صار انت طبعا مثال واضح لحمار المريال، لان كلها تدق جرس وراك. هاي ترامب وهوست ترامب، تالي مشت إرادة من؟ إرادة من مشت الإرادة العراقية. شاء من شاء وأبى من أبى. لا اعتزل الرجل وقال أنا ما لي علاقة، من حصل 4 مقاعد ودعم الحكومة ودعم المسار، ولا اعتزل وقدم استقالة. وش قد رادوا بال 2007 بال 2010 العفو، مو قال له راح أخليك توزع شاي بالمواكب؟ وظل صمد، لا زعل ولا مشي. اللي يريد الإصلاح يظل ويستمر ويقدم ايش قد ما يقدر. والحكايه مو بيوم وليله، هذا دوله ما تنبني. والسيد السيستاني وكلكم تدرون شنو خطبته، الحرب على الفساد اشد، او معركه الفساد اشد من معركه داعش. وهذا كله وتجيني وتقول لي والله يا ريت يجرون عمار الحكم. يلا عمي جر، عندك شيء جره. بس هذا مال تركضون ورا طليان المرياع اللي يدقن جرس وحمير المرياع تركض وراكم براحتكم. هذا تاريخ. انت من اوصفك رعيع، انا ما غلطان وياك. ومن اجي اسولف بهذا المثل البريطاني التكرار يفيد الحمار. هذا تاريخنا، واليوم كلها مع خطوات الزيدي. وقلت لكم القادم خير. وهذا الحكي واستشراف السيد السيستاني العام، مو هذا رمضان السابق، قلت لهم العراق الى خير، وهذا الوضع قدامكم. فما جاي نكذب على احد. احنا انت ما يعجبك الحكي براحتك حبيبي، بس يبقى حمار المرياع يقود طليان المرياع، وهذا الجرسات بطليان المرياع والعالم كله تقول ايش اسوي لك؟ ايش بيد عليك؟ يلا روح. مثل ما ذكرت لكم اكو قضيتين جدا مهمه راح اسولف لكم اياها لما انشر الفيسبوك، وعدتكم الليله انزل هذا المقطع. بس قبلها اريد اسولف لكم هاي السالفه. تتذكرون احنا سابقا سولفت قلت الاعلام يراويك صوره، واكو صوره خلف ما تشوفها انت، اكو شيء واحداث انت ما تشوفها، بس هم يراويك هاي الصوره. بس شنو اللي ورا الاحداث هاي اللي جالس يصير؟ شفتوا كلكم انتم صوله الفجر، فجر الاحد، وما قام به ابو زيد رئيس مجلس الوزراء، ونشد على ايده ونقول له بارك الله بيك وفوت بزودك. لكن اكو صوره وراه ارتول، جهاز مكافحه الارهاب، دبابات، غيره. ما يسوى هذا كله. الفاسد ادز لمفوض بدوريه وينتهي القضيه كلها. ليش هذا؟ اذا اكو صوره ما حد يفتهمها صاحب العقل الراجح، يفتهم اكو شيء ورا هذا اللي يراوغنا اياه. هذا ما نشوفه احنا. هسه ما اقدر نسولف بيه ونخوض بتفاصيله، ان شاء الله اذا الله طال عمر ورا حكومه الزيدي نسولف. القضيه المهمه احنا قضيه التسويات. اليوم اكو اعتقالات، وهذا اللي صار اللي يشوفون هاي الاموال هي دخل مال 10 اشهر، مو مال سنه، مال 10 اشهر، لان كل الاموال مال الفاسدين هي طالعه مصارف خارجيه وبنوك وجاي تشتغل. هذه القضيه جدا مهمه. ليش؟ هسه راح يصير تسويه، يجيك ايش قد انت بايك مليار، جيب المليار، وصار له 10 سنوات جيب المليار وروح الله محمد وعليك، سموها تسويه. مثل ما صار هسه الوضع الصحي مال الصيهود وغيرها هواي. اللي يريده من كل واعي وكل شريف وكل محب لوطنه ان يجيبون شركات متخصصه اللي ذكرها المرحوم احمد الشلبي، الدكتور احمد الشلبي، وتتبع اموال الفاسدين من يوم الباك الى هذا. كل الاموال ترجع، ماكو تسويه ماكو، كل الاموال ترجع. باك درهم وربح ب10 دراهم فوقها بهذا مو بس رجع الدرهم، يرجع ل 10 دراهم. هاي النقطه جدا مهمه، ويكون يصير بها ضغط شعبي على الحكومه. شركات مختصه موجوده، وابو زيد يعرف هالسالفه. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، هذول الفاسدين كلهم عندهم ارتباطات بدول خارجيه. عمليات اعتقالهم المفروض شو تكون بطريقه سريه لحد ما تثبت يعني محكوميتهم وينحكمون، يلا تصير القضيه تظهر للعلن. ليش؟ لان هذول راح يسببون احراجات لمؤسسات الدوله، واحنا ما نريد نتعرض ويصير نكسه وانتكاسه عند ناسنا واهلنا. حتى تصير القضيه جدا مهمه، اكو سريه بالتحقيقات واعلان المتهم، واضحه تكون القضيه، وقضيه تتبع الاموال كلها، ماكو تسويه. رجاء اخواننا كل اللي صاحب ذمه وضمير وفاهم انه تسويه ماكو، مثل اللي صار ويا نور زهير، وصارت تسويات بايق له 20 مليار و20 سنه هو يشتغل بيهن، تالي يجيب ال20 مليار وعيد ذنيته. هذا الحكي يكون يصير بضغط شعبي. والقرآن العظيم يوصف بالقرآن الكريم سورة الأعراف الآية 176 يوصف، يقول مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بآية أخرى في سورة الجمعة يقول مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفار. يجيك هواي ناس من الأحبة الأصدقاء المبغضين المحبين
ويجون ابو علي بايع اخرته بدنيا غيره. بابا ايش بيكم عقل ماكو؟ يعني معقوله؟ قضيه بابا هاي سياسه مرجعيه، من تروح تقلدها انت تعرف شنو واجبك وشنو. هاي سياسه، انا اللي اقتنع به مو بحكيك انت اللي يقودك حمار المرياع وجاي تصفط حكي عليه شنو ما افتهين. اقرا الفوق. مؤيد محاربه الفساد والفاسدين. خلنا نذكركم بسالفه ايد الزيدي، ولكن انما هن دورتين النبيله. خلنا نذكركم بسالفه. بال 169 صارت حكومه الجعفر وصارت الجمعيه الوطنيه تكتب الدستور. بالجمعيه الوطنيه صارت اكبر قضيه، السيد المالكي يركض ورا مشعل الجبوري يقول له بالملفات. الحادثه يذكروها، هذه جينا يتذكروها. والله صارت الانتخابات، الدعايه الانتخابيه القائمه 555. السيد المالكي كان على محافظه بابل، كانت القائمه مغلقه، هي فرديه مال المحافظه بس مغلقه. المهم فاجى للقاسم، فكل احنا علي وياك علي، ولا تنسى لا تقصر بخصوص مشعان ابو قناه الزوراء وكلها تعرفه. فرجل محارب الفساد، تدرون اللي صار شنو؟ بعراب الصفقه السيد عزة الشابندر، وتاليها من اعز اصدقائه مشعان الجبوري اللي كان قناه تفخخ وتسوي تعلم على التفخيخ. فالرجل محارب للفساد وجايينكم ان شاء الله بقادم الايام. معلش ما صرنا التكرار يفيد الحمار. عليه ما خاصك وسجل. عمي التكرار يفيد الشقاق، كثر الدق للحديد، نقطة على نقطة تملي البحر. وتبع بنشلبنا مثلا البريطانيين الانجليز انا بصغري تعلمتها، يقول التكرار يفيد الحمار، ما قال التكرار يفيد الخوشادمي ويفيد العاقل يفيد الذكي، قال التكرار يفيد الحمار، لان تعلم على نفس الفعل، تكرر له مره ومرتين والثالثه الله يفتهم. انت شو تقول؟ تكلمتنا بالانجليز؟ شلون؟ لا احنا راجعتنا تختلف وضعيتنا تختلف، هويتنا تختلف، يعني نظل مشلبين بالاستارح والاستاعد مال الانجليز. والله انا بالنسبه لي ابو سجاد اللي جاي اشوفه اقول التكرار يفيد الحمار وانتم براحتكم. راحتنا.